سوف نتحدث اليوم عن كلمة شلونك باللهجة العراقية المعروفة والمشهورة بشرح بسيط وغير مطول عن الكلمة. هذه الكلمة تبدو بسيطة جدا لكنها تحمل داخلها تاريخا اجتماعيا طويلا وعلاقة خاصة بين العراقيين. أصل هذه الكلمة يعود لفترة انتشار مرض الطاعون، وهي لاختصار جملة كيف هو لونك، أي حالك ومزاجك الداخلي. العراقي استخدم السؤال عن اللون للدلالة على النفسية، فصار اللون تعبيرا عن الراحة والتعب والهم. مع الوقت تحولت كيف لونك إلى هذه الكلمة المشهورة واختصرت الحروف وبقي المعنى الشعبي العميق. والعراقي حين يقول هذه الكلمة لشخص معين فإنه لا ينتظر جوابا رسميا، بل يريد إحساسا صادقا فوريا. وقد يقولها العراقي وهو يعرف جوابها مسبقا، لكنه يقولها ليكسر الصمت ويفتح باب للكلام والحديث. وهذه الكلمة تختلف حسب النبرة، فقد تكون اهتماما حقيقيا أو مجاملة سريعة أو حتى عتابا، لأن هذه الكلمة إذا قيلت بهدوء فهي سؤال طمأنينة، وإذا قيلت بحدة فهي تحمل قلقا واضحا. وهذه الكلمة تقال أو تعني في المجالس الشعبية نحن قريبون ولسنا غرباء مهما طال الغياب. العراقي قد يقولها وهو يقصد شلون صحتك، شلون أهلك، شلون أيامك كلها، وقد يضيف عليها شكو ماكو بعد. لهذا يجيب البعض بجملة طويلة وتفصيلية، لأن السؤال بحد ذاته يحمل أسئلة كثيرة مخفية. وأيضا أحيانا العراقي يستعمل هذه الكلمة في مواقف معينة ليخفف الوجع قبل أن يسمع الجواب. وهي كلمة عميقا جدا تحمل فضولا إيجابيا جميلا وتعكس طبيعة المجتمع العراقي القائم على السؤال والمشاركة. الغريب أن أشلونك تقال حتى للغاضب كنوع من تهدئة النفس قبل المواجهة، مثلا أشلونك أشبك يا معود. هذه الكلمة قصيرة جدا لكنها تحمل ذاكرة بيوت وشوارع ومجالس عراقية قديمة خالدة في ذاكرة العراقيين. وهي سؤال بسيط وقصير وجميل جدا وذات معنى بعيد، ولكن خلفه نية الاستماع والمشاركة وليس مجرد الفضول العابر. ولهذا يشعر الشخص من غير العراقي بدفء خاص ومميز حينما يسمعها لأول مرة من عراقي. أشلونك ليست كلمة عابرة بل أسلوب حياة وسؤال. انتظرونا في معاني كلمات أخرى. في أمان الله.